تعالوا نسمي الله كده ونعمل شوية ممبار تحفة جدا، هتاكلي صوابعك وراهم. حاجة كده جميلة، وشوية رز جوه الممبار مفلفلين كده وحاجة تحفة، والطعم ما اقولكوش خيال. تعالوا كده نشوف مع بعض، واللون التحفة اللي طالع معانا في التحمير حاجة كده خرافة. تعالوا نسموا الله، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معايا الخلطة دي كانت من الاوردر اللي فات، اللي الفيديو كنت منزله لكم امبارح، واتبقى معايا خلطة، والاوردر دوت بقى ممبار، فهحشيه كده وهحمره واظبطه، وبعدين هلفه نفس لفة الاوردر اللي قبليه. يعني الاوردر اللي فات ده انا كنت لفاه نفس اللفة. تمام، فهنكمل بقى كده ايه، وهنحشي الممبار. بمسك الصباع اللي هو بتاع التشاي، ودول زيه في الايد التانية، وبمسك بيه الممبرايه كده وبالصباع الكبير، وبزق ايه يعني، بفتح بالصباعين دولت وبالصباع الكبير وبزق كده وبحشي، بسيبها متبططه بالطريقه دي، ما تخليهاش مكبوسه، عشان خاطر لما تخش في الشوربه في السليق او هتعملها في صينيه، يعني الرزايه تاخد راحتها وتستوي براحتها وما تبقاش مكبوسه، فيفرقع منك في الشوربه او في الصينيه. تمام، ممكن تعمليه مثلا الحبل بتاع العصبان بحاله، وممكن تعمليه زي ما انا بعمل كده ايه، يعني وحيد كده، ممكن تصغري ممكن تكبري براحتك، حاجه ترجع لك. تمام اهوت، انا بوزع برضو فيها كده بالطريقه ديت، وهكمل كل الكميه وكميه الممبار اللي عندي على قد كميه الرز. حطيت حله على النار فيها ميه بتغلي، وهنزل ببصلايه ورق لوري وملح وفلفل. تمام، وهنا الممبار بقى كان كله خلص كده، وجهزته اهوت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دوت، شكله ما شاء الله يفتح النفس. اي دهون بره الممبرايه ما تقلقيش منها، اول ما تحطيها في الميه المغليه هتسيح كلها وهتنزل في الشوربه بتاعتها، ما تقلقيش منها خالص. كده حطيت الكميه كلها وهديها كده تقليبه اهيت. بصوا ما شاء الله، الممبرايه اول ما بتنزل بتكرمش كده وبتقفل على الرز اللي فيها، فما تقلقيش منها، اهم حاجه تكون ميه بس مغليه. هيقعد له كده حوالي ساعة إلا ربع على النار. ده السوا بتاعه حسب كبر مثلا الذبيحة أو اللي انت جايبة من عند الجزار، يعني مش قولوا له مثلا كبيرة ولا صغيرة. هو هنا كان استوى، وطلعته بقى ايه، صفيته وحطيت طاسة على النار وفيها شوية من الزيت. هبدأ انزل كده ايه تدريجيا كده، وحمر الممبار عايزة اقولك بيتحمر كده بيبقى بيروح في حتة تانية، طعم تاني خالص. جربوا الوصفات بتاعتي والله هتعجبكم بجد ان شاء الله، ودعموني بلايك وتعليق حلو منكم، وارفعوا الفيديو دايما عشان خاطر عيلتي تكبر بيكم. وانا بقالي فترة فعلا يعني بعمل فيديوهات، ولكن الارباح فعلا في الارض، ولا في مثلا مشاهدات كويسة ولا في ارباح كويسة، والدنيا يعني الحمد لله انا بصرف والله على القناة، فادعموا لي كده القناة وارفعوها. بصوا لون التحمير بتاعها تحفة جدا ويفتح النفس، جربوه ان شاء الله يعجبكم. وده اوردر طالع، وربنا يحسن ما بين ايدي وايدكم يا رب. مع السلامة.